نتيجة أول ترم ظهرت، والقلب مقبوض والقلق واصل لآخره. ده إحساس طبيعي جدا على فكرة، وخصوصا في كلية الطب. بس السؤال الأهم دلوقتي هو إزاي نحول القلق ده لطاقة تخلينا نقوم ونكمل أقوى؟ أول سؤال بيخطر على بال أي حد فينا لما يشوف درجة مش متوقعها هو خلاص كده الحلم راح. والإحساس ده بصراحة ممكن يسحب الواحد لتحت ويخليه يفكر يستسلم ويرمي الفوطة. طيب، الإحساس بخيبة الأمل ده طبيعي، طبيعي جدا ومفهوم. بس المهم بجد إننا نعرف إن دي مش النهاية. بالعكس، دي ممكن قوي تكون البداية، بداية حقيقية لحاجة أقوى بكتير. تمام؟ عشان نقدر نقوم ونكمل صح، في خطوة مهمة جدا لازم نعملها. لازم نفصل بين الخرافة اللي في دماغنا والحقيقة اللي على الأرض، لأن الخرافة دي هي اللي بتوجع بجد. الخرافة بتقول إيه؟ بتقول إن الدرجة دي، الرقم ده، هو اللي هيحدد مستقبلي خلاص. لكن الحقيقة حاجة تانية خالص. الحقيقة بتقول إن اللي بيحدد المستقبل هو إزاي هنتعلم من الغلطة دي. الموضوع كله اختيار، هنصدق إيه ونمشي وراه. وهنا بقى النقطة المهمة. أول سنة في الكلية دي أصلاً معروفة بإنها سنة الأخطاء. يعني هي معمولة عشان بنغلط عشان نتعلم. ولازم نفتكر كويس، كل دكتور شاطر بنشوفه النهاردة عدى بالظبط من نفس النقطة دي. طيب، كفاية كلام عن المشاعر والعقلية شوية، وتعالوا نتكلم بالأرقام، بالمنطق. هل التعويض ده حقيقي ولا مجرد كلام؟ لا، الإجابة واضحة وصريحة. أكيد ممكن، والأرقام هي اللي هتقول كده مش أنا. بصوا كده على توزيعة الدرجات في كلية الطب. شوفوا الفرق بين وزن درجات السنين الأكاديمية والسنين الكلينيكال. واضح قوي إن التقل كله لسه جاي، وده معناه إن أكبر فرصة للتعويض وتحسين المجموع لسه قدامنا. والكلام ده بيوصلنا لنقطة تخض بصراحة. تخيلوا إن ممكن مادة واحدة في السنين الكلينيكال يكون وزنها في المجموع كله تقريباً قد سنة أولى كلها على بعضها. متخيلين؟ يعني فرصة التعويض دي مش كلام وخلاص، دي حسبة بسيطة بالورقة والقلم. تمام قوي كده، اطمنا إن التعويض ممكن حسابيا. الخطوة اللي بعد كده لازم نعمل زي الدكاترة الشاطرين، نشخص الحالة الأول، نعرف هو إيه اللي حصل عشان نعرف نعالجه صح. والأسباب ممكن تكون حاجات كتير قوي. ممكن طريقة المذاكرة نفسها محتاجة تتغير، ممكن حد القبول بتاعه اتأخر ففاته حاجات في الأول، ممكن مشاكل في السكن الجديد أو إحساس الغربة، أو ممكن لا قدر الله ظروف شخصية أو عائلية صعبة. كل دي حاجات حقيقية وبتحصل ومحدش فينا كبير عليها. والحاجة اللي لازم كلنا نعرفها ونحطها حلقة في ودنا، إحنا مش لوحدنا. كلنا بنعدي بالظروف شبه دي. القصة مش في الوقعة، القصة في إننا نشوف إن في 1000 واحد غيرنا وقع وقام تاني. ودلوقتي نيجي للروشيتا، العلاج. والعلاج بيبدأ من أقوى حتة فينا، عقلنا. القوة الحقيقية كلها في تغيير طريقة التفكير دي. في جملة عبقرية بتقول: مستحيل حد فينا يطلع سلم النجاح وهو لابس هدوم الفشل. عارفين إحساس الفشل ده؟ عامل زي ما يكون الواحد شايل على كتفه حمل تقيل بيشده لتحت. أول خطوة عشان نطلع لازم نرمي الحمل ده. عشان كده يمكن لازم نغير تعريفنا لكلمة فشل دي خالص. الفشل مش آخر الدنيا. الفشل ده هو ببساطة شوية تجارب بنعملها ورا بعض عشان في الآخر نوصل للنجاح. يعني نقدر نقول إن الفشل هو تمن النجاح. مفيش نجاح ببلاش، تمنه شوية محاولات وتجارب. والكلام ده على فكرة مش مجرد كلام تنمية بشرية وشعارات، لأ. وعشان نتأكد من ده، في قصة حقيقية لازم كلنا نسمعها. قصة كفاح في رسالة دكتوراه قعدت 5 سنين كاملة. قصة دكتورة إيمان نبيل. القصة بدأت بفكرة جديدة، فكرة في الخلايا الجذعية. بس الطريق ما كانش سهل خالص. بنتكلم في سنين من التجارب اللي بتفشل ورا بعض، وضغط نفسي مش طبيعي من كل اللي حواليها. بس القرار كان واحد وحاسم. زي ما هي قالت: أنا دلوقتي في نص البحر، مفيش حل تالت، يا هغرق يا هكمل عوم لحد ما أوصل. وبعد 5 سنين شغل وتعب، جت اللحظة. دخلت المعمل وشافت النتيجة اللي مستنياها. شافت الخلايا بتتحول قدام عينيها. وفي اللحظة دي بالذات افتكرت بيت الشعر العظيم: ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. العبرة من القصة دي كلها في إيه؟ إن لحظة النجاح الواحدة دي، اللحظة دي بس، كفيلة تمحي كل تعب السنين اللي فاتت. واللحظة دي بتستنى كل واحد فينا، بس محتاجة صبر وإصرار. قصة دكتورة إيمان دي مش مجرد حكاية بنحكيها، لأ، دي إثبات حي إن البداية الجديدة دي حاجة ممكنة، وممكنة دايماً. ودي فرصتنا كلنا دلوقتي إننا نبدأ بداية جديدة وصح. يبقى إيه المطلوب دلوقتي؟ حاجة بسيطة جدا، نقطة، ومن أول السطر. اللي فات بكل إحباطاته خلاص انتهى. نحلل الأخطاء وناخد نفس
ونبدأ صفحة بيضة بتركيز وهدف. الفرصة لسه موجودة وفي إيدينا. أشوفكم في فيديو جديد من خطوات في الطب.